السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن منتجات من كوزريكس. طبعا انا عندي منتجات تانية اللي هي الكريم اللي هو زي ده برطمانات. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجه في هنا تونر، وفي هنا سيرم الحلزون، وفي هنا سيرم اللي هو الهالورونيك اسيد او الهالورونيك عامه، وهنا في اللي هو الموسترايزنج او المرطب اللي هو اللوشن. اول حاجه انا هقول ازاي استخدامهم. طبعا ده اللي هو الكوزريكس ده من سنتيلا. ده عادي تستخدميه بعد ما تغسلي وشك، بيكون على بشرة مندية، ما تكونش على بشرة جافة، وترشي كده على بشرتك وبعدين تسيبي بشرتك تنشف وحدها. وممكن تحطي فيه حاجات هنا على بشرة مندية هنعرفها مع بعض، بس ده استخدامه على بشرة مندية بعد ما بنغسل بشرتنا. اما ده بقى اللي هو ده بتاع اللي هو التريتمنت اللي بيعالج. ده بيكون على بشرة جافة بعد الغسول، يعني ده بيكون على بشرة مندية اللي هو الأصفر ده اللي فيه الكحول فري، أما ده بيكون على بشرة جافة بعد الغسول. طيب اللي هو الحلزون عامة، ثواني. الحلزون عامة اللي هو سيرب الحلزون، ده بيستخدم على بشرة مندية بعد التونر. انا بستخدم التونر الاول، بعدين بستخدم الحلزون اللي هو السيرم، وبعدين الصراحة بستخدم الحلزون اللي هو الكريم. ف بس انا ما جبتش الكريم هنا، يعني قلت خلينا في السيرامات وخلينا في الكحول، سوري، في التونر، وخلينا في دول، وبعدين نبقى نعمل فيديو عن الكريمات. لكن ده بيتحط بعد التونر على طول على بشرة مندية. طب ليه على بشرة مندية؟ عشان هو اصلا لازم يتحط على بشرة مندية. لو حطيتيه على بشرة جافة مش هيديك الافكت اللي هو يتحط على بشرة مندية. طيب الهالورونيك اللي هو ده برضو بيتحط على بشرة مندية بعد التونر. اي حاجه فيها هالورونيك اصلا، اي حاجه مش شرط اللي هو التونر ده، بيكون لازم على بشره منديه عشان خاطر هو بيدينا ترطيب اكتر، او بيدينا الريزلت بتاعته بتكون على بشره منديه. لكن انت حطيتيه على بشره جافه كانك ما عملتيش اي حاجه. طيب اللوشن اللي هو الكريم الترطيب بيتحط طبعا بعد اتحط على بشره جافه، بعد ما نحط اللي هو التونر، وبعد ما نحط بتاع السيروم. يعني نبدأ بالأول الغسول، وبعدين التونر، وبعدين السيروم، وبعدين المرطب. يعني ده بيتحط بعد التونر وبعد السيروم، ده بيتحط آخر حاجة. طيب ماشي، هل هما المجموعة دي كويسة وهل هي تستاهل ان واحد يشتريها؟ هقول لكم في حاجات فيها كويسة وفي حاجات فيها يعني. ازاي يعني التونر ده انا بصراحة هو بيقولوا للبقع وللحبوب وكده، فانا ما شفتش الصراحة ريزلت منه خالص، فحسيت ان هو عادي، يعني ما بيعملش اي حاجة يعني غير ان هو بيرطب البشرة. او ممكن كمان بينشفها شوية عشان خاطر هو اصلا بيعالج، فبينشف الوش عن ده، يعني ده ما بينشفش الوش لكن ده بينشف الوش. طيب سيرم الحلزون، انا بالنسبه لي سيرم الحلزون كانه اي سيرم في الدنيا، يعني عادي، جاست ان هو بيرطب بس مش اكتر. يعني انا لو انا مثلا يعني لو انت مثلا مش عندك مش لازم تشتريه، فاهميني؟ فممكن تشتري حاجه تانية تستفادي بيها، لكن هو كإفكت بتاعه هو بس مرطب مش اكتر. طيب الهالورونيك، ايه الحلو فيه؟ الهالورونيك زي اي سيروم هالورونيك، بس يستحسن اصلا الهالورونيك للناس اللي بشرتها جافه. وكمان لو انتي بشرتك بتحطي فيها اللي هو الحاجات اللي هي التقشير، او بتحطي فيها الحاجات اللي هي زي الاكريتين زي الادابالين والحاجات دي، هيبقى حلو معاكي. لكن هو اصلا انا بالنسبه لي مخصص للناس بشرتها جافه، عشان هو اصلا في نسبه ترطيب زياده عن يعني عن الباقي دول.
فاهميني؟ فهو ده اصلا هالورونيك، فالهالورونيك اصلا يعني في نسبة ترطيب. فبالنسبة لي الناس بشرتها دهنية والمختلطة ما انصحهمش ان هم يجيبوه، لكن الناس بشرتها جافة هيحبوه، لان هو فعلا بيرطب. انا بشرتي دهنية بس بعمل حاجات تقشير في بشرتي وكده، وبستخدم حاجات زي اكراتين والحاجات دي، فانا بالنسبة لي كان كويس كان معايا. طيب اللوشن اللي هو ده، في ناس كتير قعدت تقول اللوشن اللي هو بتاع اسمه ايه ده، والله نسيت اسمه، آه مش فاكرة اسمه دلوقتي. بس هو اللوشن عامة يعني زي اي مرطب في الدنيا، يعني مش مستاهلة ان الواحد يدفع اكتر من 1000 جنيه على ازازة زي دي، فاهمين؟ فانا بالنسبة لي ما كان زي اي مرطب يعني. اللي هو قولي معايا، اللي هو المرطب كلينيك كان بالنسبة لي كان احلى منه الصراحة يعني، مرطب كلينيك كان احسن منه. بس هو كل واحد واختياره يعني. بس كده، ده كان فيديو النهارده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.